كائن فضائي بيكون مدرس في مدرسة وبيكون مطلوب من الطلاب اللي هيقدر يموته ليه 10 مليون دولار. وفي واحد بيسأله لو لقيت حد من الطلاب في خطر هتنقذه، والكائن بيقول له اه طبعا عشان انا مدرسهم وده واجبي. فبينط وبيرمي نفسه من فوق الجبل ومعاه المسدس عشان لما ينط عليه يضربه بالمسدس. بس الكائن بيكون اذكى منه بكتير وبيعمل له حبل مطاط وبينزل عليه وبيديه عشان الخطه فشلت. والكائن بيقول له خطه ذكيه وعجبتني وبقول هيجي اليوم واخلص عليك فيه. والكائن بيقول له انا مستني اليوم ده بفارغ الصبر. وفي تاني يوم بيجيب له انسان آلي عشان يحارب الكائن ده. بس الطلق ده مش بيأثر على البشر خالص، ده على المخلوقات والوحوش بس. واول ما الكائن بيدخل الفصل الانسان الآلي بيحدف عليه طلق كتير جدا، بس بسرعته بيقدر يتفادى الضربات دي. والطلاب هم اللي بيزهقوا من الصوت العالي وبيقرروا يوقفوا الجهاز عشان ما جابش معانا نتيجه خالص. وبالليل الكائن بيكلم الانسان الريبورت وبقول له احسن شوف طريقه تانية كان موتني بيها غير الطلق عشان مش هتجيب نتيجه. الانسان الآلي بتقول للطلاب انا جبت لكم واحد هو اللي يقدر يخلص على الكائن ده اسمه مايك. وبيدخل مايك على الفصل والكل بيكون مستغربين عشان عيل صغير. ومايك بيقول لهم انا لوحدي اقدر اخلص على الوحش ده في اقل من ثانيه. والكائن بيقول وريني. فبيعملوا ساعه حركه في الفصل وفعلا في اقل من ثانيه بيقدر مايك انه يقطع ايد الوحش. والكل بيستغرب من قوته ويحسبوا خلاص ان ده اللي هيخلص عليه. وبيطلع حاجات من راسه وبنكتشف ان ده مش انسان بشري. والكائن بيتعصب عشان لسه مجدد دراعه من يومين. ومايك بيقطع له دراعه التاني في ثانيه. فالكائن بيرجع دراعه لطبيعته وبيعمل شبكه وبيحطه جواها وبيرميه بره المدرسه. وفي واحده بتدي للكائن عصير وبيكون عارف ان في سم بس بيشربه بيغير لون وشه وبيفضل يضحك. وبيقول لهم السم ده بيأثر على البشر بس مش الوحوش اللي زيي.